كولر اللي خد كل البطولات دي من غير مهاجم صريح يا مؤمن، وده يبين لك عقليه مارسيل كولر في تطوير اللعيب. فتعالى اكلمك شويه عن مارسيل كولر، ازاي في الوقت القصير ده قدر يطور لعيبه الاهلي الاساسيين واللي على الدكه كمان. اهم حاجه عملها كولر هو الروتيشن بين اللعيبه، واللي خلى كله جاهز للمشاركه. اي حد من المحللين لما كنت بتساله في اول الموسم الاهلي محتاج ايه، كانت الاجابه الوحيده والموحده ان الاهلي محتاج يغربل الفرقه ويمشي اكتر من نص اللعيبه. جد كولر بقى كان ليه راي تاني. اول الموسم بلغ اداره الاهلي ان محتاج مهاجم من الثلاث مهاجمين دول، من ضمن الاسماء دي سوزا اللي مضى للاهلي الايام اللي فاتت، ولو ما حدش جه فيهم مش عايز وهلعب باللي موجود. وبدا يطور لعيبه كانت ميته حرفيا. شفنا ده مع حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد هاني المرفوض جماهيريا. تقريبا مارسيل كولر لو جبت له ناس من الشارع هياخد بقى بطولات. وشفت في دوري ابطال افريقيا لما الشناوي وعلي لطفي اتصاب مصطفى شوبير لعب وادى اداء عظيم. الخلاصه ان مارسيل كولر خلى الاهلي بيلعب ككتله واحده، خط الدفاع، الوسط، خط الهجوم،